بقى كانت الجولة الكاملة في الوكالة اللي هي يوم الجمعة. أول حاجة بتقابلنا في سوق الجمعة أو في سوق الحد الشنط دي. عندي زكي السماك، الراجل اللي هو بيقف قدام زكي السماك على طول. الأسعار اللي أنا بقولها دي الجمعة بس، الأسعار اللي أنا بقولها دي الجمعة بس. طب إيه هو السعر؟ ما قلتيش السعر 100 جنيه، سعر موحد على أي شنطة من اللي هتشوفوها النهاردة دي. 100 جنيه. الأيام التانية أنا مش مسؤولة عن أسعار، لأن الشنط بتختلف والخامات بتختلف، فخدوا بالكم من الكلام عشان اللي هيروح يوم تاني أنا بريئة من الأسعار. تمام. الجمعة بس. بصوا شايفين اللي هي الباك دي جميلة وشيك قد إيه؟ ب100 جنيه بس. أي شنطة هتقابلوها هنا عند الراجل ده. الراجل ده قدام محل زكي السماك بالظبط، يعني مش قدامه الناحية التانية، لا قدام المحل مباشرة. تمام. بيفرش. بصوا الخامة حلوة قوي والله يا بنات، في حاجات حلوة قوي وعجبتني انا جدا. تمام. ففعلا الحاجة جودتها عالية والله، انا اللي واقفة قدامها يعني. بصوا في حاجات جودتها حلوة على انها ب100 جنيه. دي كلها بقى بواقي محلات، حاجات جديدة. تمام. قبل كده حد قال لي الراجل ده ولا بيجيب بواقي محلات ولا مستعمل. انا ما قلتش مستعمل خالص، ما جبتش سيرة الكلام ده في اي فيديو للراجل ده. انا عارفة كويس انا بقول ايه. تمام. خلصنا الجولة عنده ودخلنا على هنا بقى قدام زكي السماك، ناحية الجزار كده، اللي قدام زكي السماك قدام الجزار بالظبط بقى كده عند الكوبري. الراجل ده فارش بحاجات أصلية يا بنات، دي بواقي. دي بواقي، في منها طبعا 3/4 ازازه، في منها نص ازازه. طب بس الحاجات دي اصليه قوي، لوسيونات وكريمات والله بنات كلها اصليه اصليه. تمام. وانا قريت تاريخين 3 كده لقيتهم تواريخهم مظبوطه، مش تواريخهم منتهيه ولا حاجه. اي حاجه في الحاجات اللي قدامنا دي ب40 جنيه. اي علبه، اي لوسيون، اي حاجه ب40 جنيه. تمام. الكريمات دي بصوا اصليه، الكريمات دي تعدي في السعر جدا بره لانها اصليه مستورده. تمام. الحاجه بقى اللي انا انصحكم بيه جدا في الموضوع ده بالذات، الحاجه اللي تشتروها في الموضوع ده اقروا الصلاحيه بالله عليكم، يعني يا ريت نقرا الاكسباير بتاعت الحاجه علشان نطمن. طبعا دي حاجه بتتحط على جلودنا والكلام ده كله، لو مش ضامنينها بلاش. تمام. او لو الاكسباير ممسوح او حاجه بلاش. تمام. انا بحب اقول كل حاجه اللي يمليه عليا ربنا علشان ابقى قدام ربنا. تمام. هنا برضو ب40. تمام. الحاجات دي كلها اصليه، ماركات بقى ماك وفاهمين، وحاجات كده غاليه غاليه غاليه، يعني بتبقى بره غاليه جدا. فلو عايزين توفروا وتشتروا مثلا طبعا هتوفروا كتير جدا، لاني بقول لكم حاجات اصليه. انا استغلتها الحاجات الرفيعه دي على انها تبقى ب40 جنيه. وهنا كمان كان اي حاجه ب40 جنيه. تمام. لا يا ربي ب50، معلش سوري. هنا ب50. دي بصوا عطور. تمام. بصوا في بودرة اللي هي بتاعت الوش يعني، وفي طبعا اي شادو، وفي حاجات كتير، وفي روج جو، وفي حاجات كتير. بصوا مثلا دي حلوة جدا، دي على فكرة واصلية. بصوا الواناتها عجبتني قوي، اللي هو المخملي مكتوب عليها مخملي. فلا في حاجات حسيت ان هي تستاهل وفي حاجات لا. فانتوا روحوا وبصوا. ده بيقعد على فكرة، قال لي ان هو بيقعد كل يوم، ده بيقعد كل يوم. تمام. قدام زكي السماك قدام الجزار، يعني في جزار كده قدام زكي السماك هو قدامه، يعني ده قاعد ناحية الكوبري. بصوا اهو جبتلك الكاميرا على الصيدلية اللي هو قاعد قدامها. تمام. وكمان بيقول لي في البيت اللي جنب الصيدليه ده، قال لي في الدور التاني هتطلعي هتلاقي حاجات كتير من دي واحلى كمان. قال لي وعروض جميله قوي. بصوا السيجنال ده، تخيلوا السيجنال ده العرض كله ب50 جنيه، سيجنال وكلوز اب وكمان شنطه هديه اللي هي بتاعت اللي هي بتاعت زي مقلمه كده. تمام. كل العرض ده عامل 50 جنيه، وعلى فكره سيجنال العائلي الكبير. بصوا على فكرة عرض عجبني قوي، وبرده صلاحيات تمام ومفيهاش اي حاجة. كل الحاجات اهي قدامكم، اي حاجة ب40 جنيه في البرانيك كلها اللي قدامنا دي. تمام. هنا بقى رحت فين؟ رحت عند محمود. فاكرين محمود؟ ده بقى محمود اللي هو قدام الدريني بتاع الكبدة، اللي انا صورت عنده كذا فيديو وعجبكم قوي قوي، للبلوزات ام 50 جنيه. محمود بقى كان جايب بنطلونات عاملة 65 جنيه، وكمان اللي عجبني في الفيديو لقيته منزل سعر العباية ل100 جنيه بس. يعني سعر العباية تخيلوا نزل 50 جنيه، كانت ب150 العباية خلاها ب100 جنيه بس. طبعا عجبني السعر جدا جدا، قلت له لا الله ينور عليك،
غير انه جاب عليها تاني مجموعة حلوة قوي. كل ده هنشوفه النهاردة معانا في الفيديو. بس برضو الكلام خدنا ونسينا نذكر الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. وكمان صلوا معايا على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. بصوا البنطلونات روعة يا بنات، روعة والله. 65 جنيه. في منها خروج، بصوا ده ماركة سبلاش، في منها خروج وفي منها يعني يتقعد بيها في البيت، حلوة قوي، الماتيريال بتاعها عالي جدا. وكمان عنده بلوزات، كل ده هنشوفه في الفيديو النهارده. البلوزات عنده ب65 جنيه النهارده. برضو حاجات زي ما اتعودنا، محمود بينزل بصراحه مجموعه حلوه قوي من البلوزات دايما، واسعارها بتبقى في متناول الجميع فعلا. بصوا البنطلون ده كان واسع وجميل وبرح وايه، يتقعد بيه ده في الصيف. وعلى فكره بشوف ستات كتير وبنات بتخرج بيه برضو. ده برح كده، ولا يعمل حر ولا يعمل اي حاجه، طري جدا على الجسم يا بنات، الملمس بتاعه ناعم جدا. على فكرة خامة أعلى منه الفسكوز، يعني الفسكوز ده لأ، في منه خامات ناشفة كده، لأ ده خامة طرية جدا. ادي العبايات وادي السعر اهو، جبتهولك من فوق علشان تتأكدي ان انا مش بقول كلامه بس، انا بقول كلام بحقه حقيقي. زي ما انت شايفة الشمس كانت ضربة في عينينا، ضربة فظيعة، يعني الشمس فوقيها بالظبط. بصوا شايفين عبايات جميلة قوي قوي قوي، حلوة جدا، يعني تستاهل فعلا 150 مش 100. بس هو زي ما انتوا شايفين نزل اهو يعني. والجمعة المفروض الجمعة ده زي ما بيقولوا كده بيبقى اعلى سعر. لا بصراحة محمود دايما اسعاره مميزة. وانا كل ما انزل الوكالة شايفين الشمس بقول لكم فوق دماغي بالظبط، يعني فاهميني. عارفين بقى اللي هي الملاحف الخليجي والحاجات اللي هي واسعة قوي دي بتاعت الكويتة والناس دي، هي العبايات دي يا بنات. ومحدش يقول لي مش حلوة، روحوا واتفرجوا واقسم لكم بالله كان المكان بيشغي ناس، كان مليان ناس. تمام. انا كنت كل ما يمشوا 3 4 اروح داخله جري اصور كام واحده بسرعه، فاهميني. يعني انا والله يعني كل شويه كمان لما المكان بيشغي ناس ادخل اقعد جوه شويه. يقول لي طب تعالي استريحي يا استاذه. بصوا هنا ما صدقت مشوا، جيت جري عشان ابص. خدوا بالكم، لو خدتوا بالكم هتلاقوا ناس جت من ورايا وناس من قدامي اوام، يعني لان السعر حلو. ما فيش حد في الوكاله كلها حاطط 100 جنيه على العبايه يا بنات. تمام. والعبايات دي ما فيهاش ديفوهات، يعني مش زي عبايات حنفي ستوك، وانا بقولها لكم اهو. حنفي ستوك غير العبايات دي. العبايات دي ب 100 جنيه، وحنفي ستوك ما عندهوش كمان ب 100 ما عندهوش ب 100. فسامحوني ان انا جبت اسمه، لاني قبل كده شفت فيديو الناس كلها اشتكت من العبايات بتاعته، قالوا رحنا رجعنا ما رضيش. فانا بصوا، ما انا مش عارفه محمود بيرجع ولا لا برضو. بيقولوا ايه، في حاجه، في مقوله شهيره بتقول اللي اوله شرط اخره نور. انتوا رايحين لمحمود، لو سمحت احنا لو العبايه مثلا فيها اي مشكله نقدر نبدلها، مش هنرجع هنبدل، فاعملوا كده. تمام. والله وافق وافق، ما وافقش افرزوا العبايه حته حته قبل ما تمشوا، ده حقكم. يعني قصدي لو عجبانا عباية ب100 جنيه بس وحاجة كده، طبعا احنا كده ما دفعناش برضو كتير، مش ده اللي هيخوفنا ان العباية ما ترجعش، فاهميني. بس افرزوا برضو الحاجة مرة واتنين، طالما عجباكوا عباية ممكن تقضوا بيها رمضان. ممكن في رمضان بقى تروحوا تجيبوا واحدة للعيد من عنده، ده بينزل شوية عبايات والله بنات حلوة قوي وارخص سعر. بصوا العباية، اتفرجوا معايا بس كده على المنظر. بصوا جميلة قوي يا بنات، جميلة فعلا. بصوا شايفين الوسع، بصوا من فوق لتحت، حلوة حلوة حلوة. بصوا عجبتني انا جدا، عشان كده عمالة اقلب فيها. علشان كده بقول عجباني حاجة وب100 جنيه بس. ال100 جنيه دي احنا بناكل بيها سندوتشات هناك اليوم ده، فاهميني، وحاجة ساقعة ونركب خلاص كده ال100 جنيه راحت. بصوا محدش يزعل بس من كلامي ويقولوا 100 جنيه لا كتير، ما بنصرفش 100 جنيه هناك. والله العظيم يا بنات، لما بتطلعي 5 في 10 لو هتحسبيهم هتلاقيهم دخلوا بال100 جنيه صدقيني. انا بروح بتولي وممكن يعني لو كلت حاجه بسيطه كده ولا شربت عصير بلاقي نفسي دخلت في 60 جنيه بالمواصلات. ما تنسوش ان المترو نفسه 10 جنيه لو بتركبي من هنا ومن هنا. يعني عايزه ابسط لكم الامور، فاهميني، ما حدش يعقد على نفسه الامور. 100 جنيه يعني سهله جدا. نقوا بقى احلى حاجه في الاستاند، نقوا احلى قماش.
حتى لو في ديفو صغير يقدر يتعالج خدوها طالما عجباكوا وداخله دماغكم، فاهمني؟ الحاجه حلوه والله، يعني على 100 جنيه كده تمام التمام قوي. وبالنسبه بقى لو هتشتغلي في الحاجات دي كده، 100 جنيه دي جاتلك على الطبطاب. حضرتك هتاخدي العبايه دي تمام، هتبيعيها ب 150 او ب 200 كمان، فاهميني؟ لان انتوا كمان هتبيعوا بالقسط، ما تنسوش الكلمة دي، انتوا هتبيعوا بالقسط مش هتبيعوا كاش. فلازم تعملوا حساب كل حاجة، تعملوا حساب ان في زبون هيطرمخ على الباقي، في زبونة ممكن يعني تغلبكوا شوية. فالتغليب ده لوحدين الفلوس كده بتعد. وانتوا طبعا اللي بيبقى رامي فلوس لازم يظبط الدنيا كويس ويحسبها كويس. فانتوا لو حسبتوها تمام هتلاقوا والله الموضوع مربح جدا. تمام. فلان في زباين هتقابلكم يعني مريحه في التعامل، مش كل الزباين مش مريحه. بصوا بقى هنا البنطلونات جميله جمال السنين، حلوه قوي. شايفين؟ عجبوني قوي قوي قوي. بصوا الخامه والماتيريال كله عجبني. في حاجات حلوه قوي يتخرج بيها، وفي حاجات اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام للبيت حلوة جدا، زي البنطلون اللي هو عليه قلوب ده، والتايجر ده كان حلو جدا برضو، بتاع بيجامة كده يتقعد بيه في البيت. فاهميني؟ بيجامة صيفي كده. بصوا شايفين الماتيريال جميل جدا، بقول لكم في الصيف ده بقى تقعدي بيه في البيت كده على تي شيرت، يدي منظر حلو قوي واحسن من الجلابية التقليدية. ولا ده خطير خطير خطير، ويلبس لغاية 80 كيلو، ما يغركوش شكله كده، لا هو كبير حلو يعني، مقاسه وافي جدا. بصوا شايفين؟ حاجة جميلة. طبعا محمود مش عنده لبس حريمي بس، عنده كمان اطفال. هصور لكم منه برضو نبذات كده بسيطة، تمام، مقاطع صغيرة كده علشان بديكم فكرة برضو. كان سعره 25 جنيه وحاجات حلوة قوي هتشوفوا معايا. بصوا هنا البلوزات اهي ام 25 جنيه، ام 65 جنيه سوري، ام 65 جنيه. بصوا بقى دي كانت ماركة نيكست. بصوا قد ايه الحاجة ناعمة نعومة السنين، بقول لكم حلوة قوي. الشيفون ده في بنات كتير غاوية الشيفون ده، وانا منهم على فكرة، بحب قوي الشيفونات دي في الخروج. تمام. طبعا بيبقى تحتها بادي او حاجه تقيله، فاهميني؟ فبتبقى مش مبينه حاجه، بس هي شكلها بيبقى تحفه في اللبس فعلا. تمام. فطبعا بسيب لكم انا رقم محمود تحت الفيديو في اول تعليق مثبت، بسيب لكم ارقامه، بسيب لكم عنوانه كمان. تمام. بديكوا اماره هو قدام ايه والكلام ده كله. واقرب محطه مترو ايه؟ هي محطه مترو ماسبيرو يا بنات. اقرب محطه مترو ليه قريبه، او هتنزلوا محطه المترو خطوات بقيتوا عند محمود خلاص. تمام. لو انت بقى حضرتك اول مره بتشوفي قناتي، اتمنى تشتركي في قناتي، كل يوم بجيب لك افضل العروض والخامات وكل الماركات اللي في الوكالة وأسرار الوكالة كلها هتلاقيها في قنواتي بإذن الله. أنا عندي 3 قنوات، مش القناة دي بس، كل القنوات نفس المحتوى، محتوى ملابس الوكالة وكنوز الوكالة وأسرار الوكالة كلها هتلاقيها في قنواتي بإذن الله ال3. دي قناة واحدة منهم. تمام. طبعا بسيبلك برضو لينكات قنواتي التانية في أول تعليق مثبت تحت الفيديو ده علشان توصلي لها بكل أمان وتشتركي وتنوريني ان شاء الله. باذن الله هيعجبك الفكره وهيعجبك كل حاجه. بجيب لك ارخص سعر، كمان بجيب لك اعلى سعر يمكن يعجبك فيه حاجه. بجيب لك كل حاجه من قلب الوكاله ومن قلب الحدث زي ما بيقولوا، علشان ما تروحيش وتلفي كتير. انا الف بدالك، يعني انا يعتبر قنواتي دي مبنيه على اني الف واجمع لك افضل اماكن تجيبي منها، مثلا عبايات، مثلا بلوزات. ايه افضل اماكن؟ يعني لو بعتيلي في اي تعليق قلتيلي ايه افضل مكان في الوكاله اقدر اروح اشتري منه مثلا بلوزات بسعر كويس، هقدر ان انا افيدك واقولك في المكان الفلاني علشان ما تلفيش كتير. فهمتي الفكره؟ يعني انا بلف وانت عليكي تنزلي من المترو تروحي المكان ده على طول، تشتري وتروحي التاني على المترو على طول. لاني احيانا كتير جدا يا بنات، وانتم متفقين معايا في حاجه زي كده، كنا بنلف الوكاله كلها على رجلينا وممكن قوي قوي ما يعجبناش حاجه ونروح. ليه؟ لان طبعا بنتعب من اللف، فاهميني؟ يعني اللف ده لوحده احنا بنتعب منه. فكانت الموضوع كان متعب جدا، ومن كتر اللف طبعا اوريدي هنتعب، فكنا بنروح. وخصوصا بقى لو معانا اطفال، اكيد انتوا متفقين معايا في حاجه زي كده. فطبعا كنا بنروح مروحين كده وبنبقى زعلانين جدا وتعبنا جدا على الفاضي. انا بقى
وفرت عليكي كل الموضوع، وبقيت انا الف واجمع افضل الفيديوهات او افضل كمان العروض فاهميني. بصوا البلوزات قد ايه جميله، 65 جنيه بلوزه شيك قوي زي دي وماركه وحاجه حلوه جدا. محمود ده بقى في الوكاله قدام كبده الدريني بعد زكي السماك بالظبط. تمام، طبعا هسيب لكم عنوانه ورقمه علشان اللي يروح يكلموا بعد، يعني هتنزلوا من محطه مترو ماسبيرو هتكلموه على طول. انت فين يا محمود؟ احنا جايين لك من قنوات شيرين كمان. هتوصلوا له على طول، هيقول لكم تعالوا امشوا في الحته الفلانيه، هتلاقوا الدنيا سهله جدا جدا باذن الله. هتلاقوا الدنيا سهلة جدا وهتوصلوا على طول وهتشتروا كل حاجة حلوة. اللي كمان بسطني اكتر كل ما اروح يقول لي ان في ناس كتير راحت اشترت من هناك بلوزات وحاجات. طبعا الموضوع ده مش قادرة اقول لكم بيسعدني قد ايه وبيبسطني قوي جدا ان انا بقدر افيد حد، بقدر اوصل حد لمكان كويس يقدر يستفيد منه. مش بتبقى فيديوهات وخلاص والله برميها في المكتبة عندي، لا بالعكس، انا يعني ببقى في غاية السعادة ان في حد بيستفاد من القنوات بتاعتي، وربنا طبعا يسعدنا جميعا بكل الحلو بإذن الله. بصوا البلوزات يعني بجد بلوزات روعة روعة، كلمة روعة دي قليلة جدا على الحاجات اللي قدامنا. شايفين دي ام كرانيش دي؟ بصوا دي بقى شيفون خالص من ورا وقدام، بصوا حتى من ورا مبينه ازاي، بصوا وحلوه قوي. طبعا على فكره اغلى بلوزات هي البلوزات الشيفون دي على فكره، اقصد يعني لما بنجيبها جديده بتبقى مش قادره اقول لكم سعرها عالي قوي، معرفش ليه بتعدي 300 جنيه. ده كمان مش ماركات عالية كده، دي بقى ماركات عالية وجودة عالية وكل حاجة حلوة في المكان ده. انا طبعا صورت لكم امبارح فيديو عند علاء خيري، طبعا الاسعار لسه من 250 وانتوا طالعين، لازم وواجب عليا اجيب لكم السعر الكبير والسعر الصغير والسعر الوسط. تمام، واللي انتوا بقى شايفينه مناسب ليكوا. يعني بصوا احنا كلنا درجات، وانا نفسي بفضل اشتري من ام 65 دي لاني لاقياها في متناول الايد جدا جدا، وكمان والله ماتيريال عالي يا بنات، يعني ما تزعلوش مني في كلمه والله، انا فعلا المفروض ما اقسمش كتير بس غصب عني لاني انا فعلا يعني الكلام فيه مصداقيه بالامانه. تمام، فبعد كده هقول بالامانه مش هقول والله عشان ما حدش يزعل. وعلى فكره عندكم حق فعلا انا بقسم كتير بس غصب عني. بصوا جودة عالية بالأمانة اهو، يعني واحدة واحدة كده يعني هحاول ان انا اقلل منها. بصوا بقى دي برضو البلوزة دي عجبتني قوي، بصوا عليها من على الكتف كده لغاية الايد، حاجة حلوة كده، حاجة فيها ستراس كده، شكلها شيك، كان شيك قوي. طبعا زي ما انتم شايفين الجولة كبيرة بس عشان اصور لكم كل حاجة عند محمود، وعشان ما تقولوش ان انا بس ايه حرمتكم من حاجة. وعلى فكرة محمود عنده بنطلونات برضو ب25 جنيه صورتها لكم برضو، انا ما بحرمكوش من حاجة، كل حاجة حلوة بجيبها لكم ان شاء الله في قنواتي. ليه بقى؟ عشان وانتوا شايفين دي كانت حلوة قوي برضو، ماتيريال عالي زي الكارينا كده، ودي بقى حاجة سواريه، متخيلين؟ فلما بقى نجيب حاجة سواريه كده ب65 جنيه، يا سلام على السعر، يعني ناقص لها بس بادي من تحت كده، بقت على جيب او على بنطلون حاجة سواريه تروحي بيها فرح، تروحي بيها حفلة بالليل، فهماني؟ يعني حاجات جميلة قوي قوي. المكالة دي فعلا مليانة كنوز، كنوز يعني روعة والله يا بنات، يعني بالاسعار دي اللي يلف ياما يشوف فعلا. فانا بقى بلف وبجيب لك كل الحلو من قلب الوكالة، من غير بقى ما انت تلفي وتتعبي ويكون معاكي بيبي بالذات، يعني لا انا اللي بلف وبجيب لك كل حاجه، بجيب لك العنوان والتليفون وكل حاجه، وانت في مكانك هتكلميه. العرض ده لسه موجود يا محمود او اي شاب يعني بصور معاه؟ هل العرض اللي صورته شيرين كمال ده لسه موجود عندك؟ هيقولك اه موجود. لا نزلت حاجات تانية احلى، طب تعالي اتفضلي خدي فكرة، وهكذا. طب الحاجات اللي عندك بكام يا محمود عشان ما اجيش على الفاضي اعمل حسابي في السعر؟ هيقولك بكذا، هيقولك بكذا، فهماني؟ والدنيا هتبقى تمام وهتشتري وهتتبسطي وهتروحي مرضية وتمام التمام، وكمان هتدعي لي دعوة حلوة قوي منك كده، يعني ايه على المجهود اللي انا بعمله معاكي ده. مش بس كده، سيبي بقى لايك للفيديو فضلا منك وليس امرا، علشان بقى فيديوهاتي كده تتصاعد. وكمان شايفين هنا عنده كمان دريسات حلوة جدا بأسعار حلوة قوي قوي. بصوا
علشان كمان القنوات بتاعتي كده تتحرك شوية وتزق كده زقة صغيرة منك. لما هتدوسي لايك الفيديو هيتصاعد بإذن الله. كمان بقى سيبيلي كومنت حلو منك. شفتوا ده؟ بصوا شفتوا كان جميل قد ايه. ومن ورا بصوا، من ورا عليه وش دبدوبة كده على الزونت، شكله جميل، او وش كلب مش عارفة يعني، هي وش لعبة. بس كان حلو جدا. الدرس ده قط كده ينفع بنوتة تقعد بيه في البيت في الصيف، حاجه جميله، او تخرج بيه حتى على ليجن في الصيف، فاهميني؟ بس تلبس طبعا تحتيه تيشيرت او حاجه، لاني احنا ما بقيناش نلبس بناتنا بناتنا السن المحير دول ما بقيناش نلبسهم قط كده، لاني خلاص الزمن ده ما بقاش مضمون. والله يا بنات خدوا بالكم من ولادكم كويس جدا. بصوا دي رسات جميله جميله، كلها صيفي، كلها ماتيريال عالي، حاجات يعني بصوا ملهاش وصف بقى. يعني انتوا اتفرجتوا اهو واتبسطتوا اكيد. شايفين فيها حاجات برضو يعني مقاس كبير، مش كله صغير. شفتوا الاخضر ده؟ بصوا ليه جيوب اهو، وماتيريال برضو حلو. بصوا ايه ده الحاجات القمر دي بقى؟ ايه ده؟ العشاق الدريسات فين؟ صبا صديقتي الجميلة اللي بتعشق الدريسات اللي بنزلها، صديقتي الجميلة صبا، اتفرجي بقى واتبسطي على كل يعني على كل اللي يبسطك ان شاء الله يا صبا. هجيب لك فيديوهات كتير للدريسات عند علاء خيري وعند غيره. انا بشوف الدريسات في الوكالة بفتكرك، مش عارفة ليه بقول صبا ايه الحاجات دي، عايزة صبا، مع اني ما شفتكيش قبل كده بس شايفاكي بقلبي والله. بصوا شايفين الدرس وشياكته وقيم كده، تحسوه كده بتاع وزيرة. علشان كده بقى اتفرجوا وعيشوا، بس ما تبقوش بتتفرجوا بس، انا عايزاكم فعلا تروحوا تستفيدوا من الحاجات دي. شايفين كلها دريسات جميلة جميلة جميلة، تقريبا كان كاتب عليها 65 تقريبا. بصوا هنا كان عنده كمان البنطلونات اهي 25 جنيه. بصوا اهو السعر، بص بجيب لك السعر من فوق ازاي، مش جايبه حاجه والله من عندي ولا بقول سعر كده، لازم اجيب لك السعر من فوق عشان تطمني انت نفسك. تمام 25 جنيه كان البنطلون. كل حاجه عنده بصراحه. الشاب ده حلو قوي قوي، محمود بصراحه متميز في الوكاله باسعاره الحلوه. طبعا الموديلات جميله وكلها ماركات اوروبيه بنات، جميله جدا بالامانه. واحنا بقى في اخر الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك ما تنسيش اختك بقى شيرين اعملي لي بقى لايك للفيديو، ولو عايزه تخدميني اكتر شيري الفيديو ده لاصحابك، خلي الكل يتفرج ويتبسط ويستفيد. تمام، وعشان الفيديو يتصاعد شويه كده ويوصل للناس كتير اخدميني بس بلايك، طبعا فضلا منك وليس امرا. بصوا في كمان بنطلونات حوامل اهي، شايفين زي ما انتوا شفتوا كده. كانت جولة جميلة جدا في الوكالة امبارح، كان الجمعة، والاسعار حلوة الحمد لله في متناول الجميع، مش وحشة ولا اي حاجة. كنا الاول بنظن ان اغلى سعر بيبقى يوم الجمعة، لكن مش عند كله والله يا بنات. زي ما انتوا شايفين في ناس اسعارها حلوة ولسه بتتقي الله. كنت معاكم شيرين كمال من قنوات الوكالة واسرار الوكالة وخبايا الوكالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.